اه حاجة تانية غير والآن تبدأ كتائب العمال من أبناء مصر في تنفيذ هذا العمل الجبار وتحويله إلى واقع. حفظة رب العالمين. مين أحن قلب لينا؟ هو حب حبيبتي مصر. مين يسعد من قلوبنا؟ يا ست الكل مصر. مين اللي جنب منا مش هتبقى إلا مصر. مين أحن قلب لينا؟ هو حب حبيبتي مصر. مين يسعد من قلوبنا؟ يا ست الكل مين اللي جنب منا مصر 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 مصر.
أيها السادة، نستمع إلى كلمة من السيد الرئيس حول هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هقول كلام كتير. خليني الأول إن أنا أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام، ومتشكرين إن أنتوا كلكم جيتوا النهاردة والجو حر وحاجة صعبة، لكن كان لابد تكونوا موجودين معانا. نعم، أنا عايز أسلم عليكم كلكم صحيح، بس أنا المقاولين اللي شغالين في المشروع عايزهم يجوا قدامي هنا، أصحاب المعدات دي يجوا هنا. ليه؟ عشان أشهدكم يا مصريين عليهم. محدش هيوقف شغل وانتوا انا هقول لك هتيجي ازاي. انت استنى. طيب، بقول المقاولين لو بتحبوني بجد، بلاش تحبوني انا بجد، لو بتحبوا ربنا ثم مصر بجد، خلوا بالكم من بلدكم. لو بتحبوا ربنا بجد وبتحبوا بلدكم بجد، خلي بالكم من بلدكم. الشباب بيقولوا احنا هنعمل ايه؟ انا بقول للشباب، اوعوا تسيبوا العمال والناس اللي شغالة هنا على مدار السنة. من فضلكم المدارس والجامعات تنظم رحلات تيجي هنا تقول للناس احنا معاكم واحنا شايفينكم وربنا يعينكم، ومستنيين اخر السنة كونوا خلصتوا الحكاية، مش السنة دي، نص السنة الجاية ان شاء الله. ارجع تاني للمقاولين اللي اصحاب ال 17 شركة اللي شغالين دول. حضرتك هتشتغل بغض النظر عن الفلوس. فلوسك عندي مصر وعندي، فلوسك عند مصر وعندي، لكن ده لازم ان شاء الله يخلص في السنة. اقول تاني، احنا هنشيلها على كتافنا، هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. ده اللي انا بقوله، بختم بكلامي. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تاني وتالت في شغل تاني وتالت. شكرا جزيلا، وتحيا مصر، وتحيا مصر، وربنا يخليكم يا مصريين. سلام عليكم. ما تشتغلش لما اقول لك. الاعلانات فوق. السلام الوطني. السلام الوطني.